النادي الأهلي يعلنها. اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط مع كولر استمر لمدة 3 ساعات، وتم الاتفاق خلاله على التعاقد مع 5 صفقات تتعرف على ما حدث. أكد النادي الأهلي على أن اجتماع الخطيب وأيضا لجنة التخطيط مع كولر استمر لمدة 3 ساعات. كولر طلب في الجلسة دي 5 صفقات بشكل أساسي: 2 مدافعين، باك ليفت، جناح هجومي، مهاجم صريح. وأصر كولر زي ما قلنا لحضراتكم على ضم يحيى عطية الله ومحمد كوناتي، ولكن في المقابل لجنة التخطيط تحفظت على فكرة ضم الثنائي، وقالوا ان في الباك ليفت يجب انتظار علي معلول ويتم التجديد له، وبعد عودته من الإصابة يعود للمشاركة بشكل طبيعي في مكانه. أما بالنسبة للمهاجم فأن لجنة التخطيط رفضت ضم كوناتي وعرضت على كولر أسماء 3 مهاجمين أجانب لاختيار واحد منهم، وبالتالي لجنة التخطيط في النهاية استجابت لكل طلبات كولر في المراكز الأخرى، سواء في وسط الملعب أو حتى في الجناح. وكمان لو عاوز المدافع المصري اللي طلبه بالاسم النادي الأهلي هيجيبه له، اللي قد يكون إياد العسقلاني.